ellos llaman pura mentira, paringas que yo mentira, sisina la wayna, molten la wayna. اهلا بكم في حلقه جديده من Ancient Egyptian Language Revival. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن فك خطوط ولغات مجهوله. الحلقه دي احنا عايزين نتكلم عن لغه لحد النهارده محدش عارف يفكها، اللي هي اللغه المرويه اللي كانوا بيستعملوها زمان في مملكه كوش والنوبه. زي نظام الكتابه المصريه القديمه، الكتابه المرويه كانت بتتكتب بطريقتين: كتابه هيروغليفيه يعني hieroglyphic script، وطريقه تانية اللي هي الكيرسيف سكريبت. تم فك الكتابة المروية في 1911 من العالم البريطاني فرانسيس جريفيث، ومن ساعتها واحد ممكن يقرأ صوت الكتابة المروية، لكن لحد النهاردة واحد مش فاهم معنى الكلام والنصوص باستثناء لعدد بسيط من الكلمات. الوضع ده يفكرنا قوي بالوضع قبل ما اللغة الحثية اتفكت، علشان واحد كان يعرف يقرأ الخط المسماري بس ما يفهمش الكلام، زي ما احنا شوفنا في حلقة 9. من خلال تصنيف اللغة الحثية لعائلة لغوية واستنتاجات منطقية، بدرخ رزني عرف يفك اللغة الحثية. اللغة المروية لغة نيلية صحراوية، يعني بالإنجليزي A Nilo-Saharan language، زي اللغة النوبية اللي لحد النهاردة الناس بتتكلمها في مصر والسودان. للأسف اللغة النوبية مهددة إن تندثر. الخصوصية دي لا، محدش أنا بيتكلم. أزعل انا بقول لك جداً. انا اصغر جيل بيتكلم نوبي، وشوفي انا عمري قد ايه، بس احنا اخر جيل خلاص. معقولة يا جماعة؟ يعني عشان كده بقول لك، انا عشان كده بغني دايما نوبي في اوروبا، في حفلات هنا في مصر. اغنية شمندورة، انت عارف الشمندورة يعني ايه؟ لا مش عارفة. هي موجودة في اسكندرية وبورسعيد ودمياط، اللي هو الجايد، المرشد. لان انت عارف فيضان النيل لما بيكون موجود المية بتزيد، فالنيل فيه فيضان عالي جدا، تحتيه صخور. فشمندورة كانت مع ضوء القمر لما المية الفيضان تخلص، النيل مستوى النيل المنسوب بتاعه ينخفض. بينزل تحت. فممكن بدل ما تخبطي في صخرة، لأن كان ضلمة طبعا، النوبيين ما كانش عندهم كهرباء ولا حاجة، فيعمل الجايد بتاعه بيبقى الصخرة دي. فخلي بالك هنا في صخرة، يعرف يروح محاود كده يمين أو شمال حسب خط سيره يعني. كلنا عندنا الشغف ده، كلنا عايزين نتعلم اللغة بتاعتنا، كلنا غيرانين على اللغة بتاعتنا ان هي قربت تندثر. اللغة النوبية للأسف قربت تندثر. احنا عايزين نشجع الناس اللي لسه بتتكلم اللغة النوبية ان توصل اللغة النوبية اكتر لعامية الناس خلال فيديوهات، افلام وموسيقى. زي ما احنا قلنا اللغة المروية زي اللغة النوبية لغة نيلية صحراوية، وخلال مقارنات ذكية ومنطقية مع اللغات النيلية الصحراوية الحية احتمال واحد ممكن يفك اللغة المروية زي ما بدرخ رزني عمل مع اللغة الحثية. اقرب لغات للغة المروية هي اللغات الشمالية الشرقية السودانية، يعني بالإنجليزي The Northern Eastern Sudanic Languages، ودول فرع من اللغات النيلية الصحراوية، ويشملوا اللغة النوبية في مصر والسودان، اللغة نيرا أو نارا في إريتريا، اللغة تامان في التشاد ودارفور السودان، واللغات نيمانج وأفيتي في السودان. دراسة اللغات دي أمر ضروري لفك اللغة الميروية. لغات نيلية صحراوية تانية اللي ممكن تكون مفيدة لفك اللغة الميروية هي مثلا اللغة لو أو دولو في كينيا أوغندا وتنزانيا، لغة الماساي في كينيا وتنزانيا، اللغات دينكا ونوا في جنوب السودان، اللغة فور في غرب السودان دارفور والتشاد، اللغات كانوري ونيجامبي في التشاد، مناطق في النيجر نيجيريا والكاميرون، ولغات السونغهاي على طول نهر النيجر في مالي بوركينا فاسو والنيجر، اللي بسبب أهمية إمبراطورية السونغهاي السابقة تستعمل كلغة مشتركة في المنطقة. لو انت او انت شخص بيتكلم لغة نيلية صحراوية، احنا عايزين نشجعكم ان تكونوا الشخص اللي التاريخ يسجله اللي عارف يفك اللغة المروية. علشان شخص يعرف لغة نيلية صحراوية هيكون عنده مقدرة احسن ان يستخلص استنتاجات منطقية عن كلمات ونحو اللغة المروية. انا عايز اوضح لكم ده بمثل. اللي انتوا شايفينه قدامكم رسمة جرافيتي لكلب في مصورات الصفرة معبد في السودان. احتمال يعني ان في النص اللي جنب الصورة هنلاقي كلمة كلب باللغة المروية. باللغة النوبية الدنجولية او الدنجولوية كلمة كلب هي وال، ولما نقرأ النص هنلاقي حروف ويل فيه،
اللي يشبهوا لكلمة وال قوي وطلعوا كلمة كلب اللغة المروية. ده يورينا ان واحد ممكن يفك اللغة المروية خطوة خطوة باستنتاجات منطقية لو واحد يعرف لغة نيلية صحراوية وبالذات اللغة النوبية. احنا دلوقتي اتكلمنا كتير في حلقة 8 9 و10 عن فك خطوط ولغات مجهولة، ودلوقتي وفي الحلقات الجاية احنا هنرجع تاني لموضوعنا الاساسي اللي هو اللغة المصرية القديمة. في جزء الاتيمولوجي ده انا عايز اتكلم عن اسم النوبة. رأي منتشر ان كلمة نوبة جاية من الكلمة المصرية القديمة نوب اللي معناها ذهب علشان وجود الذهب في الجنوب. احتمال كبير ان الكلام ده مش صح وان اسم النوبة مشتق من قبائل في غرب السودان باسم النوبة. المنطقة اللي كانت معروفة سابقا باسم كوش اتسمت نوبة في القرن الرابع بعد الميلاد. زي ما احنا شفنا في حلقة 6 العملة المصرية عليها رموز هيروغليفية. رمز البنك الأهلي المصري برضو عليه رمز هيروغليفي ويورينا رمز الذهب. انتوا لسه فاكرين من اول حلقة من السكتش ايه هي كلمة فلوس او فضة باللغة المصرية القديمة؟ ايه ده؟ انتوا نسيتوا؟ طب خلاص يبقى لازم افكركم. بيهات 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 سي بيهات اماو. زي في اللغة المصرية العامية يعني الإيجيبشن أرابيك احنا بنقول على العملة المعدنية فضة حتى لو هي مش معمولة من الفضة. المصريين القدماء كانوا معروفين بمعرفتهم وتعاملهم بالمعادن والمواد الطبيعية، ولذلك كلمة الكيمياء أو بالإنجليزي chemistry مشتقة من كلمة مصر اللي هي كيمت زي ما احنا قلنا قبل كده. وفي برضو أسامي لمواد كيميائية أصلهم من اللغة المصرية القديمة، زي مثلا اسم العنصر الكيميائي ناتريوم في جدول الدوري اللي جاي من الكلمة نيتسري لإلهي أو نيتسا إله، أو بالقبط الصعيدي نوتا وبالقبط البحيري نوتي. النطرون كانوا بيجيبوه من وادي النطرون وكانوا يستعملوه في منتجات النظافة ولإنتاج الألوان زي الأزرق المصري النموذجي الإيجيبشن بلو، وله طقوس زي التحنيط كمجفف. اسم مادة تانية جاية من اللغة المصرية القديمة هي الأمونيا، واسمها مرتبطة باسم الإله المصري القديم أمون. اسم أمون معناه حاجة زي المختفي المخفي أو الغير مرئي. احنا وصلنا لآخر حلقتنا، أتمنى إن احنا اتعلمنا حاجات كتيرة مع بعض ونشوفكم في الحلقة الجاية. وجاي